الملتقى العربي الثامن للأدب الشعبي الموسوم بالشعر الشعبي ودوره في دعم المقاومة وقضايا التحرر برعاية سامي من وزير الثقافة وبإشرافنا الجمعية الجزائرية للأدب الشعبي برئاسة الأستاذ المتألق توفيق ومان. أتقدم بالشكر والعرفان إلى منظمي هذا الملتقى الهام على الدعوة الكريمة لمشاركة الجمهورية الصحراوية، وهذا ليس بقليل، على أحفاد الشهداء جزائر الثورة والثوار تكة الثوار. فرغم تقلب الزمن بحلوه ومره ظل موقف الجزائر ثابت لا يتغير رغم الزمن إلى جانب الحق والعدل وقضايا التحرر العادلة. وهذا ما عبر عنه الشاعر الصحراوي الدخيل سيدي بابا في القرن الثامن عشر بمفهوم الخيمة الكبيرة ذات الخيم الواسع الكبير في معاني الشهامة والمروة. فهذه الخيمة تزداد كبرا في الزمن الشدة والعوز، وتنهار الخيم المتطفلة أمامها حين قال: خيامك سفينة تخمام وقت الخير اللي ذاك يفيح بالنفخ ويروز التقدام، وخيام العرض لا تطريح ومنين العام قص هدام، خيام النفخة مروا ريح وخيام العرض تقص في العام كيف نزادوا في العرض الشبيح. فلكم من شعب الصحراء الغربية يا أحفاد الشهداء رسالة محبة وتقدير وشموخ على النضال، ومن خلالكم إلى الجزائر حكومة وشعبا. كما أهني الأشقاء العرب على مشاركتهم الواسعة والتي لا شك بأنها تعزز الصمود والمقاومة وقضايا التحرر وتغيير المصير. ويأتي هذا الملتقى في ظل ظروف صعبة يعرفها واقعنا العربي والإسلامي، خاصة في فلسطين والصحراء الغربية، حيث يتكالب الإرهاب الصهيوني على الإخوان الفلسطينيين في غزة بمجازر رهيبة يندلها دمير الإنسانية ولا تفرق آلة القتل الصهيونية بين الأطفال والشيوخ والنساء في وقت هلول بعض الحكام العرب إلى التطبيع مع الكيان المجرم الذي يقبل اليد التي تحمل الخنجر القتل والقدر وتتلذذ بسفك الدماء والعرض والنسب. فنحن مع الشعب الفلسطيني وقواه الحية لمواجهة التكالب الصهيوني، وننظر إلى الشعب الفلسطيني كفصيلة دم واحدة بغض النظر عن منظماته وهيئاته السياسية والعسكرية. لقد حاول الكيان الصهيوني المجرم التسلل إلى شمال إفريقيا من خلال توقيع اتفاقيات أمنية وعسكرية مع نظام المخزن المغربي، وساهم في حرب الإبادة التي يمارسها المحتل المغربي على الشعب الصحراوي بتوفير التكنولوجيا الحربية الحديثة للمحتل، خاصة جرائم في حق المدنيين من خلال سياسة الأرض المحروقة